يا مساء الفل، أهلًا وسهلًا بيكم، معاكم نهلة فؤاد وأنت بتتفرج على برنامج خلاصة في 5، البرنامج اللي بنلخّص فيه أهم وأقوى الأفكار في 5 دقايق وبس. وبعد ما خلّصنا سلسلة قوانين القوة وشُفنا إزاي الإنسان ممكن يبني لنفسه مكان ويحافظ عليه وسط دوشة الحياة وصراعاتها، جت اللحظة اللي لازم نغيّر فيها طريقتنا في التفكير، لإنك ممكن تبقى فاهم قواعد اللعبة وشاطر جدًا في قراءة الناس، بس عمر اللعبة نفسها ما هتكسبها لو مش فاهم يعني إيه ثراء، ويعني إيه تبني حياة قوية من جوّه قبل برّه. وقبل ما أقول لك على الخطوات العملية اللي بجد، الخطوات اللي هتغيّر مستوى حياتك، لازم الأول تعرف جوانب الثراء. ما فيش بيت من غير أساس، والأساس ده لازم يبقى مبني صح، والثراء مش بيبدأ من البنك ولا من مشروع ولا من شغل جديد، الثراء دايمًا بيبدأ من الإنسان نفسه، وده اللي فهمه ستيفن كوفي صاحب العادات ال7، واللي قال إن النجاح الخارجي مستحيل قبل النجاح الداخلي. وجيم رون قال لك جملة مهمة جدًا، لو عايز تغيّر مستواك المالي غيّر الشخص اللي قدامك في المراية. تعالوا بقى نفهم مع بعض أهم 3 جوانب بيبنوا الثراء الحقيقي. هات يلا ورقة وقلم ويلا بينا. أول جانب وهو الجانب العقلي، طريقة تفكيرك. عقلك هو اللي بياخد الفكرة وبيحولها لفرصة، والفرصة الخطوة، والخطوة النتيجة. أغنى الناس في العالم مش هم الأذكى، بس هم اللي بيفكروا بطريقة مختلفة، بيشوفوا الفشل درس والتأخير ترتيب، والطريق حتى لو ضلمة بيشوفوا فيه آخر النفق. وعقلك لو مش متظبط هتعدي الفرص من قدامك وانت مش واخد بالك منها أصلا. تاني جانب وهو الجانب الجسدي، جسمك وطاقتك. جسمك هو المحرك بتاع حياتك، ومحدش بيبني ثروة وهو تعبان، ولا هتعرف تخطط وتشتغل وتكمل لو جسمك مش شايلة. وبلاش تجيلي وتقولي أنا هبقى غني وأنا نايم 3 ساعات وماشي على قهوة سادة. يا عم الحاج ركز، طاقتك بتساوي قدرتك على الإنجاز. بص على أي شخص ناجح هتلاقيه محافظ على نفسه، فاهم إن الجسم مش رفاهية، ده الأساس اللي واقف عليه كل نجاح. تالت جانب وهو الجانب الروحي، سلامك ونقائك من جوه، وده الجانب اللي ناس كتير قوي بتطنشه، مع إنه أهم جزء في الثراء الحقيقي. الجانب الروحي هو علاقتك بربنا، سلامك الداخلي، نقائك، وإنك تبقى عايش من غير صراع جواك. غاندي قال مرة الثروة الحقيقية إنك تعيش بسلام من غير ما تحتاج تاخد حاجة من حد. لو وصلت لفلوس من غير روح هتوصل، بس هتوصل فاضي. ودلوقتي بعد ما فهمت إن الثراء مش رقم ولا صدفة ولا ضربة حظ، الثراء رحلة بتبدأ من جواك، من عقلك، من جسمك، من روحك. لو ظبطت ال3 جوانب دول كل خطوة صغيرة هتمشيها هتنقلك نقلة كبيرة جدا.
بس اسمعني، إحنا لسه في أول الطريق، واللي جاي هو الحلقة اللي الكل مستنيها. الخطوات العملية بجد خطوات واضحة هتمشي عليها واحدة واحدة وهتغير حياتك. وافتكر الحلقات اللي جاية ممكن تكون بداية فصل جديد في حياتك. أنا نهلة فؤاد، ودي كانت خلاصة النهاردة. استناني كل تلات وجمعة، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان تكمل معايا الرحلة. وافتكر دايما شعارنا: أفكار مركزة في وقت محدود. أشوفكم الحلقة الجاية.